خلينا على النور مع بعض كده يا شباب. انا مش هتكلم عن الشوط الاول في المباراه دي، انت عايز تتكلم عن الشوط الاول اتكلم عن الشوط الاول براحتك، بس انا عن نفسي مش هتكلم لانه شوط اساسا. شفت من مصلحتك ومصلحتي ومصلحه الصوره العامه للبرنامج كله ان ما اتكلمش على الشوط الاول في الماتش ده. ماتش الكاس هو مصطلح بيطلق على المباراه اللي لازم يكون ليها فايز لا تقبل التعادل، وغالبا ما بيحصل فيها مفاجآت من الفرق الصغيره. وهو برده مصطلح بيطلق في الاسماعيلي على 120 دقيقه حرق اعصاب، بعديها بتجيلك فرحه عارمه تنسيك حرقه الاعصاب لغايه لما يتحرق اعصابك تاني. مع غيابات زي بهاء مجدي، طارق جبرين، وسعد حسني، كنت متوقع جدا من السيد خالد القماش انه يعمل تغيير جذري في العناصر الاساسيه. الوحش، فتحي، حسني، ثلاثي نص الملعب في الحاله العاديه والحاله الدفاعيه بتاعتنا بيتحولوا في اغلب اوقات هجومنا لفتحي بس في نص الملعب، الوحش بيخش تحت الاثنين المهاجمين وحسني بيروح يمين، وراح حسني يمين وشمال وفي الحته اللي هو عايزها. المباراة الثالثة الموسم ده لينا امام كابتن طلعت يحيى، لا هو اسمه طلعت، هتعرف اكتر من قناة النهار يعني. المباراة الثالثة امام الجيش شهدت تعديل غلطات منهم وشوية ثقة زايدة مننا، لا هم ما كانوش شوية، هم كانوا اوف الثقة زايدة. تحفظ الجيش في تشكيله ولعبه على تقفيل مفاتيح لعبنا قبل ما يلعب هو جاب نتيجة من قبل ما يهجم، لانه قابل من ناحيتنا نص ساعة ملهاش علاقة ابدا بالكورة. سميه ارهاق، سميه تغيير تشكيل، سميه حماده، ايا ما كان السبب، فاحنا دخلنا المباراه دي متاخر قوي بعد 70 دقيقه تقريبا. 70 دقيقه كنت ممكن تشوف فيهم اي مجهود فردي من لعيبه زي اسلام جمال وعمر الوحش اللي كسفني ويستاهل المدح جدا الماتش ده، لكن كمجهود جماعي، كفريق، كتركيز واحساس باعصاب الناس اللي قبل يومين كانت بتشجع بروحها في الاستاد، فده في رايي في مباراه الجيش في الكاس ما جاش الا متاخر، ومتاخر قوي كمان. ايجابيات مباراه الجيش. الايجابيه الاولى ابراهيم حسن. لو كنت وانت بتتفرج على المباراه من الدقيقه 65 وانت طالع حسيت باحساس غريب في هجماتنا وكنت بتتفاجئ عينيك تبرق وتعمل كده وات، فبعد ما اتفرجت على الماتش مره تانية بهدوء اكتشفت ان الحاله اللي عندك دي سببها ابراهيم حسن. البديل المعتاد للسيد القماش يمكن ما حسيناش بنفس احساس نزوله في الماتش اللي فات، لاننا الماتش اللي فات كنا مسيطرين ومرتاحين، لكني حسيت بيه جدا في المباراه دي. اللاعب نازل عنده هدف عايز يحققه، وعنده هجوم واخد تعليمات انه يحركه، جريء، بيحاول وبيشوف الملعب بعين مش مرهقه زي بقيه اللعيبه. ابراهيم حسن في المباراه دي كان في رايي بدايه واساس لتحريك بركه الملل اللي عملها الارهاق فينا في الماتش ده. الاجابات الثانيه محمد صبحي. الصوره العامه بتقول محمد صبحي تصدى لضربه جزاء خلتنا لسه موجودين في المباراه، وتصدى بعدها لضربتين جزاء اهلونا من المباراه. بس لو دققنا في الصوره العامه دي كويس وبصينا هنلاقي ان في حاجه يمكن تكون اهم من التاهل ذات نفسه، وهي روح القياده. روح القيادة حاجة ما ينفعش تكتسبها بمجرد الزعيق في زمايلك والعصبية على الكورة بداعي الروح، من غير ما تكون قدوة بتقدم لزمايلك في الفريق مستوى يحترموه عشان يقدروك ويحبوك ويقبلوا بكل فخر قيادتك ليهم. وفي المباراة دي ومباراة الرجاء وما بينهما في الدوري، محمد صبحي أظهر إنه قائد حقيقي بدون ما يفتح بقه بكلمة واحدة، بس أداؤه هو اللي أجبر الجميع إنه يشوف القيادة دي. والكلام ده هيودينا على سلبيات مباراة الجيش. السلبية الأولى حسني عبد ربه. أنا ما كنتش متخيل في حياتي إني أقول الجملة دي على بعضها. لو هتتعامل مع حسني عبد ربه في المباراة دي كلاعب جناح في الوضعية الهجومية أو تحت المهاجمين، فهنلاقي تضييع فرص تاريخي الكابتن في الإسماعيلي. ولو هتتعامل معاه على إنه لاعب وسط أو لاعب وسط مدافع، فأكيد هتتلخبط بينه وبين الشاب محمد فتحي اللي أبدع. في مين فيهم اللاعب الشاب اللي تدخلاته المفروض تبقى عنيفة ومنفعلة وما فيهاش خبرة، ومين اللاعب الدولي الخبرة العاقل اللي بيستخلص الكورة بدون مجهود؟ أما لو هتتعامل مع الموضوع كقائد في الملعب، فأنا شايف إن وجود حسني عبد ربه في الملعب 120 دقيقة كاملة بتحميل الضغط البدني والنفسي عليه وهو في الحالة دي كان اختيار واضح من السيد خالد القماش انه يلعب ب10 لعيبة لبقية المباراة، سواء كبديل في الدوري في مباراة الجيش اللي فاتت او كاساسي لمدة 120 دقيقة في المباراة بتاعة الكاس. فحسني عبد ربه اثبت ان في مشكلة مش جوه الملعب، مشكلة باين كمان من التدريبات انها بره الملعب. انا مش هعمل فيها المفتش كرومبو واحاول اعرف سبب المشكلة، اهم حاجة انها تتحل، لان اهم حاجة ان حسني يرجع. بس لو عندي كلمة في الموضوع ده ممكن اقولها، هي ان هل يعقل يا قيصر ان ادائك ومستواك ايام الخناقات، ايام المشاكل مع ميدو، ايام المداخلات بتاعة مدحت شلبي على التليفون يكون احسن من ادائك دلوقتي؟ طب هو في ايه دلوقتي؟
السلبيه الثانيه تضييع الفرص. في مباراه الجيش جمعنا ما بين تضييع فرص صناعه هجمات مرتده سريعه من بدايتها كانت ممكن تجيب اهداف في اخرها، وده اللي حصل في ماتش الزمالك، وتضييع فرص سهله كامله مقشره قدام الجول، وده اللي حصل في ماتش الجيش اللي فات. يلا على الصدور منين. من المفترض ان احنا ما نكررش ذكر نفس السلبيه في حلقتين ورا بعض، لان لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. لكن بغض النظر عن اننا عملنا جحر لوتو خاص بالاسماعيلي بنلدغ نفسنا بنفسنا بيه كل مباراه، الا ان السلبيه دي بالذات المره دي كانت لازم تتذكر، لانها جرت في رجلها مروان محسن، اللاعب اللي ملوش بديل. مروان اللي ضيع دول ملوش بديل. السلبيه الثالثه فقدان الاعصاب. لا ارجوك من ساعه عوده الدوري من ماتش نيجيريا واحنا شايفين في الملعب ان الفريق اكتسب ايجابيه بتفيده جدا فنيا. هدوء. ارجو بقى اننا ما نكونش فقدنا الايجابيه دي في ماتش الجيش في الكاس بلقطه زي دي. السلبيه الرابعه ايمانويل بناهيني. وات ذا هيل مان. زمان لما كان بناهيني بيضيع انفراد مثلا كان بيبقى رد فعلنا عليه كده، يلا يلا كمل بقى فيها، كمل فيها يا بناهيني يا اخي. مش مشكله الجاي احسن. الخطوره بقى ان بناهيني دلوقتي من قبل ما يضيع بيبقى رد فعلنا كده، يلا بقى كمل على الجون. ها مين ده مش شايف كويس؟ بناهيني صلاح تطلب 2 فايته معاك من غير مايونيز يا عم. مش هيجيبها، بقول لك من غير مايونيز. قلت لك مش هيجيبها. الجيش في الكاس هيفضل من مباريات الموسم ده اللي انقسم عليها الجمهور الاسماعيلاوي، ففي اللي شايف ان الاداء كان رائع ومش مهم بالنسبه له اي حاجه ومتذكر حاجه واحده بس، وهي لقطه الانتصار الكبيره الاورجازم اللي في الاخر، وفي اللي مش قادر ينسى حرقه دمه وحرقه اعصابه لمده 120 دقيقه ورجع تاني خاف من اللي جاي. انا واضح جدا ان كنت من النوع الثاني وبرجوك تعذرني لو انت كنت من النوع الاول. رجل المباراه في وجهه نظري كان بالتاكيد القائد محمد صبحي. اما عن تقسيمه المباراه فانا شفتها 90 دقيقه اسماعيلاويه، نصهم بنحاول نلعب لعبنا ونصهم بنفتكر كنا بنلعبه ازاي، و30 دقيقه التوفيق بيخون فيها طارق يحيى عشان يخسر للمره الثالثه في الموسم ده بس قدام الاسماعيلي. ده انا هبطل تدريب. ليه بس؟ لا انا مش همرن تاني خلاص. المره دي في سؤالين للاسماعيلاويه. السؤال الاولاني بره الملعب، هل النتيجه النهائيه لو كانت ايجابيه تدي الحق المنع ذكر اي سلبيات عن المباراه؟ والسؤال الثاني جوه الملعب، ايه تقييمك لتغييرات السيد خالد القماش وتعامله مع متغيرات كل مباراه من ساعه مباراه الزمالك لغايه دلوقتي؟ ولحد هنشوف بعض المره الجايه، يا رب الاسبوع الجاي الفريق كله يكسفني زي ما عمر الوحش كسفني من الحلقه اللي فاتت في الحلقه دي، ونشوف اداء محترم مع نتيجه محترمه نقتنع بيها، وربنا باذنه يجمعنا على حب الاسماعيلي. الخوف من اللي جاي خلاني ما فرحتش في حياتي للآخر.